मैं इंतकाम लूंगा, तबाह कर दूंगा। जो मेरा रास्ते में आएगा इसको ख़त्म कर दूंगा। हर चीज़ अच्छा है इसको जला दूंगा। पब्लिकों को ये सुकून ना आराम दूंगा, सबको तबाह कर दूंगा। هذا هو حال الطواغيت والفراعين والفاسدين والمهووسين بجنون السلطة إذا خسروا ولم يفلحوا وفاتهم كل شيء ولم يلحقوا. الهنود لديهم تاكور ونحن لدينا هامور، وإذا زادت التواكير زادت الهوامير، وبالتالي على الشعب أن يخضع للمناشير والسرقات بطريقة دق المسامير وعدم صحيان الضمير. ما نحن فيه مشابه تماما لأفلام الهنود، والتي اعتدنا أنها تتعدى الحدود في التقلب والانفراج والسيناريو والإخراج. لذلك لا بأس أن نقدم كلام يهمك بأسلوب يشدك. دعونا نستعرض الأحداث بقالب من التقلبات بمثابة الشطحات التي اعتدنا أن نشاهدها في الأفلام الهندية. أعلنوها هدنة للإنسان فخرقوها أولئك المراوغون وكثفوا العدوان. استغلوها فرصة للإطمئنان ليتمادوا في غيهم وطيشهم وبلا حسبان. شردوا أصحاب الديار وأشعلوا النار وخلفوا شتى أنواع الدمار. فكيف برأيكم ممكن أن نأمن ونصدق المكار الذي يهوى سفك الدماء وترويع الصغار؟ فلنعقلها جيدا، مجرد التماس العذر لهم يعرضنا للانتحار. إذن فهذا فيلم لا مكان فيه للأخيار، فيلم اللعب مع الكبار. أهل الكرم رفدونا بمواد الإغاثة الغذائية والدوائية، فاعترضها أصحاب الإجرام وسهلوها بطريقة عشوائية. سخروها لبيوتهم وأجندتهم الشخصية، بعيدين عن الحياة والمصداقية وعدم الاكتراث للأخلاقية، لأنهم يعشقون الغنائم والمكاسب السياسية. هكذا كان يفعل الأشرار في الأفلام، يستبيحون كل شيء بغرض الانتقام. برهة للتأمل. هناك من عاش على ولاء لمدة أطول وحقن بمصل أنت الأفضل. أيعقل أن يخول ليمثل المستقبل، أم أنه أهبل ويدعي أنه مكمل وأعقل؟ وكيف يغيب عنهم أنه لابد أن يستبدل ويؤتى بغيره لم يلوث ويستخدم نفوذه باسم الشعب ليتسول؟ كنا نشهد اغتيالات وسرقات وتصفيات ونهب وتقطعات بلا مبررات وفساد مستشري من بعض الحكومات. هل يعقل أن يطبق السيناريو الهندي ليكون حاميها حراميها؟ نتمنى أن نكون مخطئين ولسنا مهيجين، مع أن الشواهد لسان حال المشاهد، فلن ننخدع مجددا بتلك المعاهد. هنا تتحقق أفلام الهنود بالشروط والبنود واستخدام الزنود. كلامي يهمك، مؤتمر في الرياض ووثيقة تعمر، ووجوه من وجهة نظر الشعب مكررة ممكن أن تدمر، ونحن من ضمن الشعب. نتمنى أن تكون الرؤية تسيطر ولا تسمح بالمسمسر، علنا نجد مخرج لأزمة تعدت شطحات الهنود في أفلامهم ضد المهستر. نعيش منعطف خطر ولا زلنا نردد العبارات ونتغنى بالقصائد والشعارات. على حد علمي الدروع هي الهيبة والقوة وليست سيلان الدموع وسط الجموع. الحقيقة شيء وما نشاهده ونلامسه واقع آخر. أقولها بالفم المليان، بلاد العباد ضيعها أمثالكم بشطحاتكم ووعودكم وتفاهاتكم. ليكن شعاركم أفعال لا أقوال، والميدان يا حميدان، وليست شطحاتك يا شاروخان. لكن يبقى الأمل على العزم معقود رغم تضارب العهود، أننا سنبني ونعمر ونحقق الوجود. من جهته سبكو أمن وأرام، سبكو ميرا سلام.